5 القوانين اللي غتغير حياتك 390 درجة إلا طبقتيهم في حياتك. فشنو هما هاد القوانين؟ سلام من نور الله لنفخة الروح فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القانون الأول هو قانون الحب. انت إلا كنتي كتبغي راسك لراسك وما كتسنى حتى شي واحد انه يبغيك، ما كتسنى حتى شي واحد يعطف عليك بالمحبه ديالو، ما كتطلب حتى شي واحد انه يتهلا فيك، وما كتشكي على حتى شي واحد ان الطرف الاخر كيهملك، تبغي راسك لراسك، انت تبغي راسك. في النهار اللي غادي توقف اي واحد على انه يبغيك، داكشي ما ينقص حتى حاجه من محبتك لنفسك، لانك مكتفي بنفسك، فما كتسناش الاخرين انهم يبغيوك باش تحس براسك، وباش تحس براسك ايضا انك محبوب. فبغي راسك لراسك. القانون الثاني هو القانون ديال الثقه. الثقه، انك تكون واثق من نفسك، لانك الا ما تقتي انت بنفسك كيفاش بغيتي الاخرين يثقوا فيك؟ الا ما تقتيش انت بالقدرات ديالك كيفاش بغيتي الاخرين يثقوا في القدرات ديالك؟ في النهار اللي غادي توقف شي واحد على انه يثق فيك، داكشي ما غاديش ينقص نهائيا من ثقتك بنفسك ابدا. فتيق براسك وتيق بالقدرات ديالك، وتيق انك الله تعالى هو اللي خلقك وخلقك في احسن تقويم، ومادام الله معاك اي حاجه من بعد الله تعالى ما كتهمش، فقط تيق براسك. القانون الثالث هو قانون وجهة النظر. كيفاش كتشوف انت راسك ماشي كيفاش كيشوفوك الناس. للاسف حنايا عايشين على كيفاش كيشوفونا الناس، خاصنا نلبسو مزيان على حساب الناس، خاصنا نحطو شي حاجه اللي مزيانه على حساب الناس، كنسبقوا الناس في كل شيء، في اي خطوه غادي نديروها ديما كنحضروا هاد الناس واش هاد الحاجه غتعجبهم ولا ما غتعجبهمش، ديما خيفانين من كلام ديالهم علينا، علما ان كلامهم ما كيزيدنا ما كينقصنا، فقط حنا اللي كنعطيوه الاهميه الكبرى. فما تعيش حياتك على حساب الاراء ديال الاخرين والاهتمامات ديالهم، لان كل واحد كيشوفك كيف ما كيشوف راسو. واحد صقيريم راه يشوفك انت زقران، واحد متكبر راه يشوفك انت متكبر، واحد اللي كيحس براسو ما عندوش الثقه راه يشوفك انت كتكبر عليه من خلال التعامل ديالك. فكل واحد غادي يشوفك بناء على كيفاش هو كيشوف راسو. دير نضاضر صفرين غيشوفك صفر، دير نضاضر حمرين غيشوفك حمر، فاي لون نضاضر اللي هو لابسهم كتبان ليه في اللون ديال دوك النضاضر اللي هو لابس. فالراي ديال الاخرين فيا ما كيهمنيش وما كيدلش عليا، انما كيدل على الصوره اللي هما راسمين ليا في دماغهم، وانا ماشي مسؤوله على الصوره اللي راسمين ليا في دماغهم. يقدر نكون انا بواحد الشكل وهما راسميني بشكل اخر، يقدر يبغيوني نكون بداك الشكل اللي هما راسميني به، وانا ماشي مسؤوله على اي رسم هما راسميني به. فعيش حياتك اللي كنت، حيت ملي غتبدل وجهة النظر شي واحد فيهم ما غاديش يغير وجهة نظرك في نفسك نهائيا. فكان اللي كيعيش في تذبذب، شكروه الناس كيكون فرحان، انتقدوه الناس كيتحطم، وكتشوفو كيبكي وكيلوم، وتا واحد ما كيقدرنيش وكلشي كينتقدني ودا وهذا وديك. اهم حاجه هي كيفاش كتشوف راسك انت، ماشي كيفاش كيشوفوك الناس. الناس ما عمرهم غيشوفوك كيف بغيتي نتايا، حيت الله تعالى وما متفقينش عليه. الله تعالى اللي خلقهم وكل واحد قال عليه، فعلاش غادي يجيو حتى لعندك ويقولوا داكشي اللي بغيتي انت بالشكل اللي بغيتي انت؟ فاهم حاجه هي كيفاش كتشوف راسك انت، وراه بها كيشوفوك الناس. كنتي كتشوف راسك ضعيف راه غيشوفوك ضعيف، وغيبقاو دائما كيوركوا لك على ديك الجرحه ديال الضعف اللي عندك، وديما غينتقدوك من هذيك الصفه اللي انت ما كتحملهاش في راسك. بغي راسك كيف ما انت، وشوف راسك ديما في احسن صوره، لان الله تعالى هو اللي خلقك في ديك احسن تقويم. بغي كل جزئيه منك كيف ما كانت، حيت هذيك الجزئيه اللي انت ما كتحملهاش في ذاتك كتأدي واحد الدور كبير بزاف، وما غتعرف بقيمتها حتى كتمرض ليك. فبغي راسك اللي كنت، وديما شوف راسك في احسن صوره، حيت الله تعالى هو اللي عطاك هذيك الصوره الزويونه، وخلقنا الانسان باحسن تقويم. القانون الرابع هو القانون ديال القيمه. قيمه نفسك، ماشي بشنو عندك، ماشي بالديور اللي عندك،
وماشي بالفلوس اللي عندك، وماشي باللباس اللي عندك، وماشي بالطوموبيلات اللي عندك، وماشي بالخدمة اللي عندك. ما عمرك ضربت قيمة نفسك بقيمة مادية، لأن قيمة نفسك كبيرة بزاف. وشحال من واحد كنشوفوه كيربط قيمة نفسه بقيمة خدمته، نهار كتمشي ليه خدمته كيطيح الارض، كتضربو شي كريز، لأنه هو يساوي ديك الخدمة. حتى فاش كيجي كيقدم راسو بناء على الخدمة ديالو، بناء على انا شكون، انا فلان بن فلان، انا هادي انا ديك. ما عمرك ضربت قيمة نفسك بقيمة مادية نهائيا، لأن القيم المادية دايرين بحال البحر، ما تعرفوا يمتى يهيج، ما تعرفوا يمتى يهدى. فقيمة نفسك ما كتساويش داكشي اللي عندك. قيمة نفسك هي ذاتك انت، هي ديك الصفة اللي خلقك عليها الله تعالى، هي ديك الروح اللي جات باش تختبر واحد التجربة أرضية، باش تطور وتوعى وتنور. فما عمرك ضربت قيمة نفسك بقيمة شي حاجة نهائيا. نهار كتمشي ديك القيمة كتمشي انت، ولكن ملي كتعيش قيمتك الحقيقية ما كيهمش شنو عندك ولا شنو ما عندكش، لأنك في الأخير انت خليفة في هاد الأرض، والله تعالى عاطيك كل شيء. القانون الخامس هو القانون ديال الحياة، واللي كيقول أنه حتى واحد ما كيعرف قيمة نفسك إلا انت. فهاد القيمة الحقيقية ديالك ما تعيش راسك باش توريها للآخرين، أو باش تعجب الآخرين، أو باش تضحي على قبل الآخرين باش يرضاو عليك. وهاد الفخ كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، وكتلقاهم كيمرضوا بكلام الناس، كتلقاهم دائما كيديروا أي حاجة باش يرضاو عليهم الآخرين، لدرجة كاين اللي كيتسلف ويتكلف باش يدير مناسبة. علاش؟ باش الناس ما يهضروش عليه، باش الناس ما يقولوا شنو كاع حط. فقيمة نفسك انت بوحدك اللي كتعرفها. قد ما عليتيها كتولي تاج فوق الريوس، وقد ما طيحتي بقيمتك كتولي جفاف تحت الرجلين. فما تلومش اللي كيوطى عليك، وما تلومش اللي كيمسح رجليه فيك، لانك انت حطيتي راسك جفاف تحت رجليه. فالبلاصه اللي حطيتي فيها راسك الاخرين كيتعاملوا معاك بنفس ديك البلاصه اللي انت حطيتي فيها راسك. حطيتي راسك فوق الريوس كتعامل معامله الملوك، حطيتي راسك تحت الرجلين كتعامل معامله الجفاف، كتكون زايد ناقص في حياه هاد الناس. واللي جا كيهفط عليك، واللي جا كيحقرك، واللي جا ما كيعطيكش قيمه، ماشي ذنبهم هما، لا ذنبك انت، لانك انت فرطتي في هذيك النفس، انت ما عطيتيش قيمه لديك النفس. كيفاش الاخرين بغيتيهم يعطيوك ديك القيمه اللي انت ما عاطيهاش لراسك. فما عمرك دير شي حاجه باش ترضي الاخرين. ارضاء الناس غايه لا تدرك، ما عمرهم غيرضاو عليك. دير اللي درتي، فالاولى انك تهلا في هذيك النفس وتعطيها قيمتها وتبغيها كيف ما هي وتثق فيها، وديما شوف راسك في صوره زويونه. نور وسلام لارواحكم جميعا.